عليكم. السلام عليكم تلاميذ باك 2025. معكم الأستاذة ضيف أستاذة الفلسفة. رانا عاودنا إن شاء الله ولينا في سلسلة دروس الفلسفة بطريقة المخططات حصريا مع الأستاذة ضيف. شعارنا دائما نفهموا المقالة ما نحفظوهاش. يلا مباشرة باش ما نضيعوش الوقت، اليوم واش راح نديروا منهجية تحققوها بنسبة 100% في الباك. هذه المنهجية تقراوها كامل جميع الشعب تقراو هذه المنهجية اللي هي طريقة ولا منهجية الاستقصاء، تلقاوها بنسبة 100% في الباك. في الموضوع الثاني صراحة وش حب يقول استقصاء هذه؟ قبل ما نعرفوا وش حب يقول استقصاء ليكيب ما تتبحروش بزاف، لأنه الدرس اللي يطيح لك جدلية هو نفسه الدرس اللي يطيح لك استقصاء. إيبا أكبر غلطة يوقع فيها تلميذ البكالوريا هو أنه يروح بالطريقة الجدلية وما يروحش بالاستقصاء. لا، أنا كتلميذ بكالوريا عندي باك ندخل بالجدل وندي معايا الاستقصاء في جيبي. الدرس هذاك طاح لي جدلية اللهم بارك نديرو، ما طاحليش جدلية طاح لي استقصاء نديرو استقصاء. يكفي اني نكون فاهمه منهجيه الاستقصاء. باش تفهموا لي الاستقصاء نعطيكي معاكم مثال. واش حب يقول؟ نديروا مثال باش نقدروا من هذا المثال نفهمكم الاستقصاء. لكن شوفوا معايا مثلا يقول لك يقال ان، ركزوا معايا مليح هذا هو السؤال، الفلسفه لها قيمه. يقال ان الفلسفه لها قيمه، دافع عن صدق هذه الأطروحة. ركزوا معايا. الموضوع الثاني كيفاش نعرفوا بالاستقصاء؟ في الموضوع الثاني في الباك. الموضوع الثاني الموضوع الثاني في البكالوريا بنسبة 100% استقصاء. وش معناتها استقصاء؟ استقصاء هي انه يمد لك موقف ويقول لك دافع عليه، يقول لك ثبته، يعني تكون في دور المحامي، يمد لك موقف ويقول لك ثبته. كما هنايا قال لك يقال ان الفلسفه لها قيمه، يقال ان الفلسفه لها قيمه. اوتوماتيك هنايا هنا وشنو الموضوع لازم ندافع عليه؟ قال لك دافع عن صدق هذه الاطروحه، يعني لازم توقف هنا مع الموقف اللي يقول لك بلي الفلسفه لها قيمه. باش نبداو نكتبوا المقاله قلت لكم لازم لنا منهجيه، لازم لنا خطوات. أول حاجة عندك مقدمة عليها 4 نقاط. أول خطوة من خطوات المقدمة هي التمهيد. ثاني خطوة هي تعريف الموضوع. وش راكم تشوفوا لي كيف؟ هما نفسهم الخطوات تاع الجدلية. نديروا التمهيد كما الجدلية ونعرفوا الموضوع كما الجدلية. معناتها التمهيد إلا كنتو سيونتيفيك ما تكنيك جيستيون لونغ، روحوا ديروا لنا تمهيد ستاندار، تمهيد عام. احكوا على الانسان باللي فضولي، يحب يبحث، يحب يتساءل. كيما هنا من بين المواضيع اللي يحب يهتم بها، كيما قال لك يقال ان الفلسفه لها قيمه. هنا وشنو هو الموضوع اللي رانا نديروه؟ موضوع قيمه الفلسفه. يعني في التمهيد تحكوا لي على الانسان باللي عاقل فضولي، هذا الانسان يحب يبحث، يحب يهتم بالمواضيع. كيما هنا من بين المواضيع اللي شغلت اهتمامه موضوع قيمه الفلسفه. هذا هو التمهيد. ادب وفلسفه لا حذاري، ادب وفلسفه ديروا لنا تمهيد حسب الفصول. انا قلته لكم سابقا في الفيديوهات السابقه. مثلا نحكي الفصل الاول، اذا لقيتوا دروس تاع الفصل الاول ديروا لنا تمهيد حول ادراك العالم الخارجي. صح، اذا التمهيد كما الجدليه. ومن بعد عندك موضوع لازم يتعرف. اقراوا السؤال يبان لكم. قال لك يقال ان الفلسفه، اوتوماتيك الموضوع ديالي اللي لازم يتعرف وشنو؟ الموضوع تاعي اللي لازم يتعرف هو الفلسفه. اذا مع الاول شوفوا معايا مليحه، شوفوا اذا مع الاول واش نروح ندير؟ مع الاول نروح ندير تمهيد. التمهيد ديالي كيما من نديرو كيما الجدليه سوا. بعد ما ندير التمهيد ديالي نروح ندير تعريف الموضوع. تعريف الموضوع كيفاش نديرو؟ كيما الجدليه سوا. يعني مع الاول دير تمهيد، من بعد نروح عرف الموضوع. لحد الان سهله. هنا تبعوا معايا. مورا ما نروحوا نديروا تعريف الموضوع نروحوا نتذكروا الفكره الشائعه. وهنا عسوا روحكم معايا مليح باسكو راح نمد لكم بزاف لي زاستيوس هنا ونوري لكم الاخطاء. عندك الفكره الشائعه، درت التمهيد كما الجدل وعرفت الموضوع كما الجدل. موراها تروح دير الفكره الشائعه. وش معناتها فكره شائعه؟ باش ما تتبحروش بزاف دائما احفظوها بلي الفكره الشائعه هي عكس السؤال اللي عطاهوني في الباك.
يعني الفكرة الشائعة. شوف واش عطالك في الباك دير العكس ديالها. يلا تبعوني. معناتها قال لك يقال أن الفلسفة لها قيمة. إذا الفكرة الشائعة واش تولي؟ تولي صحيتو، تولي الفكرة الشائعة ليس لها قيمة. راكم معايا؟ صح، تبعوا مليحة. يعني تولي الفكرة الشائعة ليس لها قيمة. صح، بالعقل لا. يعني شوفوا، درت تمهيد، عرفت الموضوع، من بعد نروح ندير الفكرة الشائعة. واش حب يقول الفكرة الشائعة؟ هي دايما الفكرة اللي تروح شوف واش عطالك في الباك دير العكس ديالها. قال لك يقال أن الفلسفة لها قيمة، روح قول له ليس لها قيمة. قال لك يقال أن الأسرة ضرورية، روح قول له غير ضرورية. قال لك يقال أن الأخلاق ثابتة، روح قول له الأخلاق متغيرة. قال لك يقال أن العلاقة بين الإحساس والإدراك علاقة اتصال، قل له انفصال. قال لك يقال أن مانيش عارفة الرياضيات أصلها عقلي، قل له أصلها حسي. يعني الفكرة الشائعة دايما نروحو نديرو عكس واش عطانا. كيفاش نكتبوها؟ شوف، وحول هذا الموضوع شاع الاعتقاد بين شكون وشكون؟ بين الفلاسفة والعلماء أن الفلسفة وش بيها؟ نقولوا لها قيمة ولا ليس لها قيمة؟ هما طوني لها قيمة، إذا أنا وش ندير؟ فكرة شائعة. احنا نقولوا إذا الفلسفة ليس لها قيمة. تابعوني دقيقة. لحد الآن ما درنا فكرة شائعة. درت تمهيد كيما الجدل، عرفت الموضوع كيما الجدل، من بعدها رحت درت الفكرة الشائعة. يعني رحت شفت واش عطاني درت العكس. راني صحيحة بصح راني غلطة. علاش؟ حذاري ثم حذاري ثم حذاري ثم حذاري. لكن حذار النفي، حذار النفي، حذار النفي ثم حذار النفي. وش حب يقول؟ هو أنا كيف فهمتك دوكا؟ قلت لك بلي الفكرة الشائعة هي عكس السؤال اللي طاهولك في الباك. راني صحيحة، ما رانيش غلطة، بصح ما رانيش نقصد كي قلت لك الفكرة الشائعة هي عكس واش عطالك في الباك معناتها انت تروح ديرها لي بالنفي. لا، كي قلت لك فكرة شائعة معناتها نروحو نديرو العكس، ولكن نذكروا الموقف المعارض. بمعنى قال لك يقال أن النسيان سلوك إيجابي، ما تروحش تقول له ليس إيجابي، قل له سلبي. قال لك يقال أن الأسرة ضرورية، ما تروحش تقول له غير ضرورية، قل له مثلا الأسرة بدون فائدة. قال لك يقال أن الفلسفة ليس لها قيمة، لها قيمة، ما تروحش تقول له ليس لها قيمة، قل له يمكن الاستغناء عنها. قال لك يقال أن الأخلاق ثابتة، ما تقولوش غير ثابتة، قل له متغيرة. قال لك يقال أن العلاقة بين الإحساس والإدراك علاقة انفصال، ما تقولوش ليست علاقة انفصال، قل له علاقة اتصال. قال لك يقال أنه مانيش عارفة أنا وشنو، يقال أن أعطوني كش مثال، يقال مثلا أنه يمكن تطبيق المنهج التجريبي في البيولوجيا، ما تقولوش لا يمكن. أكو معايا الفكرة ولا لا؟ يعني توجور ما نديروش الغير ولا ليس، ما نديروش النفي، توجور نذكر الموقف المعارض. قال لك يقال أن أصل الرياضيات عقلي، ما نقولوش ليس عقلي، نقول له حسي. قال لك يقال أن أصل الرياضيات حسي، ما نقولوش ليس حسي، نقول له عقلي. قال لك يقال أن العادة سلوك إيجابي، ما نقولوش ليس إيجابي، نقول له سلبي. إذا نديروا تمهيد، من بعد نعرفوا الموضوع، من بعد نروحوا نذكروا الفكرة الشائعة. الفكرة الشائعة هي عكس السؤال اللي طولك في الباك، بصح انت عس روحك دير عكس السؤال، بصح ما ديروش بالنفي، دير الموقف المعارض. بعد ما كملنا الفكرة الشائعة وش نروحوا نديروا؟ نروحوا نذكروا الأطروحة. وش راني نقصد بالأطروحة؟ كونوا أذكياء. قال لك دافع عن صدق هذه الأطروحة. أوتوماتيكمون الأطروحة هي نفسها الفكرة المعطاة في السؤال، نفسها الفكرة اللي عطاها لي في السؤال. يعني وش طاني؟ الفلسفة لها قيمة، إذا نروح نذكر الفكرة اللي تقول بلي الفلسفة لها قيمة. كيفاش؟ شوفوا، وهناك أطروحة مناقضة لها تقول أن الفلسفة وش بها؟ لها قيمة. فاصلة، تبعوا معايا دقيقة. شوفوا واش درنا، هاي نعاودو باش ما تبحروش. نديرو تمهيد كيما الجدل، نعرفوا الموضوع كيما الجدل، ومن بعد نروحوا نذكروا الفكرة الشائعة. وش معناتها الفكرة الشائعة؟ هي عكس واش عطاني في الباك، نشوف واش عطاني ندير العكس ديالها، بشرط ما نديرش بالنفي، نذكر الموقف المعارض. بعد ما ذكرت الفكرة الشائعة نروح نتحدث على
الأطروحة. وش معناتها الأطروحة؟ هي نفسها اللي عطاهاني في الباك، هذا ما كان. بصح كاينه ملاحظه اللي كي باش تتذكروا الفكره الشائعه وتتذكروا الاطروحه، ما تنساوش حاجه مع الشرح باختصار. بمعنى كي تتذكروا الفكره الشائعه اشرحوها شويه، وكي تتذكروا الاطروحه اشرحوها شويه. كيفاش؟ وحول هذا الموضوع شاع الاعتقاد بين الفلاسفه والعلماء ان الفلسفه ليس لها قيمه، أي أنها بدون فائدة ويمكننا الاستغناء عنها وهي لا تخدم الإنسان. وهناك أطروحة مناقضة لها تقول أن الفلسفة لها قيمة، أي أنها لها فائدة وبإمكاننا العمل بها والأخذ بها. يعني تشرحوا شوية. نعاودوا، درنا تمهيد، عرفنا الموضوع كما الجدل، رحنا ذكرنا الفكرة الشائعة. وش حب يقول فكرة شائعة؟ هي عكس السؤال اللي عطاوه لك في الباك. شوف واش عطالك في الباك، دير العكس ديالو. برك ما تروحش دير بالنفي، ومن بعد واش تروح دير؟ تروح تهضر على الاطروحه اللي هي نفسها اللي عطاها لك في الباك. واش تروح دير لها؟ تروح تشرحها. هذه الاطروحه تشرحها والفكره الشائعه تشرحها. حاجه واحده اخرى موراها نروحوا لطرح الاشكال. اللي كيف طرح الاشكال في الاستقصاء ساهل ما يتبدلش، دايما نحفظوه ونعاود نحطوه. بصح قبل ما نحطوه لازم واحد الجمله نقولها. شوفوا، وهذه الاطروحه تبدو صحيحه. حنطرح السؤال. شوفوا، فكيف يمكننا الدفاع عنها واثباتها بحجج وبراهين؟ ركزوا معايا. درت تمهيد، عرفت الموضوع، من بعد رحت درت الفكره الشائعه اللي هي عكس السؤال، من بعد رحت هضرت على الاطروحه اللي هي نفسها اللي عطاوهاني في السؤال، من بعد نروح نطرح السؤال. طرح السؤال في الاستقصاء دائما نطرحوه بهذه الصيغه. كيف يمكننا الدفاع عنها؟ عندكم لو شوا، تقدروا تقولوا كيف يمكننا الدفاع عنها واثباتها بحجج وبراهين، كيما تقدروا تعاودوا تسموها، تقولوا فكيف يمكننا الدفاع عن الاطروحه القائله ان، ونذكر الاطروحه اللي طاهاني وندير علامه استفهام. برك عسوا روحكم في حاجه بالكم منها هنا. وهذه الاطروحه تبدو صحيحه، بالكم تنسوها. علاش؟ كاين بزاف تلاميذ يروحوا يديروا وهذه الاطروحه صحيحه. خطا، لازم تقولي تبدو صحيحه، تظهر صحيحه، نعتقد بانها صحيحه، يعني لازم تشكك فيها. هذا ما كان. لكن يلا نعاودوا باش نزيد لكم واحده خفيفه. نديروا تمهيد كما الجدل، نعرفوا الموضوع كما الجدل، من بعد نروحوا نذكروا الفكره الشائعه هي عكس السؤال اللي عطاوه لنا في الباك. برك ما نديرهاش بالنفي. من بعد نروح نهضر على الاطروحه اللي هي نفسها اللي طاهاني في الباك ونطرح السؤال. كاينه ملاحظه، اخر ملاحظه هي هنا. لكن كي بعد ما ديروا تمهيد وتعرفوا الموضوع جو تقولوا وحول هذا الموضوع وتذكروا الفكره الشائعه. حذاري تقولوا حول هذا الموضوع، خطا. علاش؟ لانك كي تقول حول هذا الموضوع ما راكش تبان باللي فاهم، لازم تبريسيزي الموضوع، لازم تحدد الموضوع. كيفاه؟ كيما هنا قال لك يقال ان الفلسفه لها قيمه، تقول له وحول قيمتها شاع الاعتقاد. قال لك يقال ان اللغه لها وظيفه تواصليه، تقولي وحول وظائفها. قال لك يقال ان العنف له اثر ايجابي، تقولي وحول اثار العنف. شاع الاعتقاد. يعني هنايا لازم تبريسيزيو الموضوع. نعاودوا باختصار. جدليه، استقصاء، مقدمه تاعو، تمهيد كما الجدل، تعريف الموضوع كما الجدل، نروح نذكر الفكره الشائعه هي عكس واش عطاني، من بعد نروح نذكر الاطروحه هي نفسها اللي طاهاني ونطرح السؤال. الان مباشره ندخلوا للعرض. ليكي راح نمد لكم استيوس بزاف شابه في الاستقصاء. هاوليك المثال اللي كنا نطبقوا عليه. قال لك مثلا يقال ان الفلسفه لها قيمه، دافع عن صدق هذه الاطروحه. هذا انا خديته مجرد مثال باش نابليكي لكم عليه باش تفهموا. ليكي بغيتكم استيوس كراف سهل. هيا نفترضوا نتوما نهار الباك نسيتوا منهجيه الاستقصاء، تلفت لكم سهله. الطريقه الجدليه تعرفوها؟ كامل تعرفوا العرض تاع الطريقه الجدليه ولا لا؟ تقولي استاذه اغلب التلاميذ يعرفوا العرض تاع الطريقه الجدليه. وشنو العرض تاع الطريقه الجدليه؟ عاودوا تشوفوا فكروني. العرض تاع الطريقه الجدليه هو الموقف الاول نقده، الموقف الثاني نقده، واخيرا التركيب. يعني هذو هما الخطوات تاع الجدليه.
نتذكروا الموقف الاول ومن بعد النقد ديالو ومن بعد الموقف الثاني ومن بعد النقد تاعو ابخي التركيب. تقولي استاذ علاش رحتي لنا للجدل؟ على خاطر سهله، على خاطر شفتوا من الجدليه نخرج لكم الاستقصاء. اقراوا الفلسفه هذه بذكاء، ما تقراوهاش بجهد، اخدم بذكاء. اونسي جامي نحصل، اونسي جامي كذا، اونسي جامي كذا، لازم انا ندير لي زاستوس لروحي باش انايا ما نحصلش. الجدليه موقف اول نقدوه، موقف ثاني نقدوه، والتركيب كامل تعرفوها صح. نرجعوها استقصاء. تضحكوا على روحكم كيفاش تقدروا تدخلوا الباك بلا استقصاء. اقسم بالله غتولي تضحك على روحك باسكو استقصاء قراف سهله. شوفوا معايا، جدليه تذكر الموقف الاول، بعدا تنقدوا، بعدا تذكر موقف ثاني، بعدا تنقدوا، بعدا دير التركيب، يعني تشوف شكون فيهم اللي ربح. نعطيكم استقصاء، تبعوني شوفوا مليحه. شوفوا لاستوس شحال شابه، شوفوا لاستوس شحال شابه. شوف ها استاذه راكي السر اي سارتان كاع كيفاش. وشنو الاسم، وشنو الجدليه؟ موقف اول نقدوه، موقف ثاني نقدوه، والتركيب. استقصاء نحي النقد. وش من النقد تاع الموقف الاول؟ اكو معايا؟ وزيد نحي التركيب وبصحتك الاستقصاء. مازال ما فهمتوا؟ هيا نابليكيوها على حسب هدرتي. وش قلت لكم؟ املوني. يعني مع الاول وش قلت لكم نديروا الموقف الاول، من بعد واش نديروا النقد يروح، يعني واش نديروا الموقف الثاني، من بعد واش نديروا نقدوه. لحد الان راكم معايا؟ استاذه بقات لك حاجه ما تحوسوش تفهموا عليها، خلونا منها. يعني على حسب هدرتي. وشنو الاستقصاء؟ نديروا الموقف الاول، بعد نديروا الموقف الثاني، من بعد ننقدوه باسكو قلت لكم النقد تاع الموقف الاول ما كاش والتركيب ما كاش. هاي اللي كيف نبسط لكم. هذه هي. مع الاول استقصاء تروح تهدر على الموقف الاول. بصح الموقف الاول ملاحظه ماشي اللي درتو معايا في اليوتيوب ولا التلاميذ اللي يقراو عندي في الحضوري، وماشي اللي درتو معاك مع الاستاذ تاعك في الثانويه. لا واش راني نقصد بالموقف الاول؟ دوها قاعده، توجور الموقف الاول رانا نقصدو به اللي عطاه لنا في الباك. يعني دائما الموقف اللي طاهولك في الباك هو اللي راني نقصد به الموقف الاول. كيما هنا قال لك يقال ان الفلسفه لها قيمه. اذا وش هو الموقف الاول؟ بلي الفلسفه لها قيمه، هو الموقف الاول. لو كان زعما قال لك يقال ان الفلسفه ليس لها قيمه، وش يولي الموقف الاول؟ تولي ليس لها قيمه. اذا الموقف الاول واش راني نقصد به؟ توجور الموقف الاول هو اللي طاهولك في الباك، اللي بدالك به هو الموقف الاول. مع الاول تهضر على الموقف الاول اللي عطاهولك في الباك في السؤال. ما تنقدوش على خاطرش قال لك دافع عليه، نحي له النقد. من بعد واش دير؟ تهضر على الموقف الثاني اللي ما عطاهولكش. يعني تروح تهضر على الموقف الاول بلي الفلسفه لها قيمه، ما تنقدوش باسكو قال لك دافع عليه. تروح تهضر على الموقف الثاني، يعني اللي يقول لك الفلسفه ليس لها قيمه. وهذا الموقف الثاني واش تجي دير له؟ تجي تنقدو. هاكو معايا واش درت؟ يعني نفس الخطوات تاع الجدل ولا لا؟ درنا الموقف الاول اللي عطاوه لنا ما نقدناش باسكو قالوا دافعوا عليه، من بعد درت الموقف الثاني اللي ما طولناش وننقدو. بصح حذاري نهار الباك تكتبوا هكا، باسكو لو كان تكتبوا هكذا تولي غلطه. لكن نهار الباك كيفاش لازم تكتبوا الخطوات تاع الاستقصاء. اول خطوه ما نسموهاش الموقف الاول، نسموها منطق الاطروحه. واش حب يقول منطق الاطروحه؟ لكيف؟ يعني الاطروحه المعطاة في السؤال، يعني هو الموقف الاول اللي عطاوه لنا في السؤال. برك ما نسموهش موقف اول، نسموه الاطروحه. يعني الاطروحه واش حب يقول؟ هي الموقف الاول اللي عطاوه لك في السؤال تهضر عليه. ومن بعد واش قلنا نديروا له هذا الموقف الاول؟ قلنا ما ننقدوش، يعني نروحوا نديروا الموقف الثاني. بصح ما نسموهمش الموقف الثاني، نروحوا نسموهم خصوم الاطروحه. واش حب يقول خصوم الاطروحه؟ يعني اللي راهم ضدهم، يعني الاعداء ديالهم. يعني هذا الموقف الاول، اذا هذو شكونهم؟ هما الموقف الثاني. يعني مع الاول نروحوا نديروا الاطروحه اللي عطاوها لنا، ما ننقدوهاش، نروحوا نديروا خصوم الاطروحه، يعني اللي راهم ضدهم، يعني الموقف الثاني. وهذو الخصوم واش نجو نديروا لهم؟ نجو ننقدوهم، نقد خصوم الاطروحه. هذو
الخصوم هذوما لازم ننقدوهم. اقسم بالله غير مازال ما درت حاجه، ما تتبحروش. شوف واش قلت لكم انا في الاستقصاء، نديروا موقف اول ما ننقدوهش، نديروا موقف ثاني وننقدوه. كيف هذه هي، برك بدلت الاسماوات. يعني مع الاول نهضر على الاطروحه اللي عطاهاني، يعني الموقف الاول اللي طوني ما ننقدوش قالوا لي دافعي عليه، نروح نهضر على الخصوم ديالهم، يعني الموقف الثاني. واش نديروا الموقف الثاني؟ ننقدو. صح، تبعوا معايا دقيقه. ليكيب بصح هنا كاينه ملاحظه في الاستقصاء. ليكيب انا في الجدليه كي كنا نديروا الموقف الاول والموقف الثاني كنت نقول لكم شكون لازم يكون كبير شكون لازم يكون صغير. في الجدليه ما يهمش هذا جا كبير هذا جا صغير هذا جا صغير هذا جا كبير، لا يهم. في الاستقصاء لا لوجيكمون منطقيا في الاستقصاء وين نتوسعوا؟ في اللي قال لنا دافعوا عليه. اذا في الاطروحه هذه نديرها بتوسع، وهنايا الخصوم نديرهم باختصار. واستاذه علاش؟ باسكو هو الحاجه اللي قال لك دافع عليها تتوسع فيها باغابوغ الاخرى. وكي تجي هنا دير باختصار ماشي معناتها زو سطور، معناتها تجي قصيره باغابوغ الاخرى. هذا ما كان. هيا خمم حاجه قال لك دافع عليها والاخرى ما قالكش دافع عليها، وين تتوسع؟ باينه في اللي قال لي دافع عليها ندير لها زياده حجج، زياده امثله، زياده اقوال باغابوغ الاخرى، نقص لها شويه، ما نديرش كاع واش نعرف. ومن بعد واش عندك نقد خصوم الاطروحه. الا شفيتو حنا في الجدليه مال فين نديروا النقد ايجابي ومن بعد سلبي، يعني مع الاول ما فين نقولهم صح بالصح. حذاري في الاستقصاء، في الاستقصاء يكون النقد بالسلبيات فقط، يعني ما تقولهمش صحيح ديركت تقولهم لكن عندكم بزاف نقائص. منين نجيبوا النقد؟ نفسه تاع نقد الموقف الثاني تاع الجدليه. بصح النقد على بالكم بلي لازم يكون بتوسع. لكيف ملاحظه شتو النقد لازم يكون بتوسع. نتايا الا هضرت هنا عليها باختصار كاين بزاف تلاميذ يقول لي ما الاستاذه نذكر زوج حوايج ولا ثلاثه وخلاص ما ننصحكمش بها. عباكم علاش؟ باسكو لو كان تذكر هنا نتا زوج حوايج ولا ثلاثه شفت كي تجي تنقد النقد تاعك يجي قصير. علاش؟ باسكو نقد الخصوم ما تقدرش تنقد حاجه ما هضرتهاش، لازم تنقد واش هضرت. الا انت هضرت هنايا زوج حوايج ولا ثلاثه اوتوماتيكمون النقد تاعك لازم يجيك قصير. نعطيكم استيس كراف شابه. واش ديروا نتوما؟ تذكروا كاع واش تعرفوا لهنا. زعما عندك 5 حجج اذكروا 5 حجج، عندك 6 حجج اذكر 6 حجج. يا استاذه ماشي مقبله قلتي لنا باختصار، اذكروهم بصح باختصار. زعما افلاطون اذكر عليه 6، ديكارت 6، كانت 6 ونص، بيركسون نص 6. علاش؟ باش انت كي تجي تنقد يعني راك هضرت عليهم باختصار، كي تجي تنقد تلقى واش تنقد. بصح لو كان انت مثلا ديكارت هنا تكون ما هضرتش عليه هنا ما تقدرش تنقدو. راكم معايا الفكره؟ يعني تنقد واش هضرت. نتوما اذكروا الحجج كامل اللي تعرفوهم بصح ما تشرحوهمش باش في النقد تقدروا تشرحوا. نعاودوا ما درنا والو. درنا الموقف الاول اللي طووني في الباك ما نقدتوش، درت الموقف الثاني اللي ما طوونيش ونقدتو. اخر خطوه وشنوها؟ اخر خطوه هي العوده الى الموقف الاول. استاذه كيفاش؟ شتو الموقف الاول اللي هضرتوا عليه مع الاول اللي قال لك دافع عليه؟ تهضر عليه دو فوا، تهضر عليه مع الاول وتهضر عليه مع الاخر. استاذه يا ما فهمتش كيفاه. ما نسموهش العوده الى الموقف الاول، نسموه الدفاع عن الاطروحه بحجج شخصيه. الدفاع عن الاطروحه بحجج شخصيه. واش حب يقول حجج شخصيه؟ يعني واقعيه. بمعنى شتو الاطروحه اللي قال لك دافع عليها؟ تهضر عليها مع الاول وتهضر عليها مع الاخر. منين حنجيب؟ سهله. ليكيب انت كي تجي تذكر الاطروحه ديالك انت عندك حجج فلاسفه اقوال كنت ديجا تعلمتهم، انت كون ذكي اذكر بنسبه 70% واش تعرف، ما تذكرش كاع واش عندك. خلي شويه، خلي كاش زوج حجج، خلي كاش زوج امثله، خلي كاش قول. علاش؟ نخلوهم مع الاخر بصح بشرط اللي تخليهم مع الاخر كيفاش لازم يكونوا؟ لازم يكونوا واقعيه ومقنعه. مازال ما فهمتوا؟ نعاود لكم. مع الاول نديروا الموقف الاول اللي عطاونا اللي قالوا ندافعوا عليه، بصح كي نديروا لازم ما نديرش عليه كاع واش نعرف، نخلي شويه حجج، نخلي شويه اقوال
من بعد واش ندير؟ ما ننقدوش، ندير الموقف الثاني. واش نديروا الموقف الثاني؟ ننقدو. ومن بعد شفتوا هذوك الحجج اللي خليتهم انا نعاود نديرهم مع الاخر، بصح بشرط الحجج اللي نخليهم مع الاخر لازم نتريقيهم، لازم اللي تكون اتقن. نعم هذا ما كان. استاذه كيفاش نبداو؟ سهله. هذه يرى انصار الاطروحه، وكمل كلش كما الجدل. يرى انصار الاطروحه من بينهم فلان وفلان وفلان ان كما الجدل. هنا يعتقد خصوم الاطروحه ان، واذكر الموقف تاعهم وكمل كما الجدل. هنا لكن خصوم الاطروحه لديهم سلبيات، وكمل كما الجدل. هنا الدفاع، وللدفاع عن الاطروحه نقدم حجج شخصيه من الواقع. ومد لي هذوك 30% اللي قعدوا لك. نعاود لكم، شوف نديروا مع الاول نهضروا على الاطروحه اللي عطاوها لنا، يعني الموقف الاول اللي عطاوه لنا. ما نهضروش كاع واش نعرفوا عليه، نخلوا شويه. من بعد نهضروا على الموقف الثاني اللي ما طاوهناش وننقدوه. وهذوك اللي خليناهم نعاودوا نهضروا عليهم مع الاخر، بصح بشرط اللي تهضر عليهم مع الاخر لازم تخلي الحجج اللي يقنعوا. يعني اللي شفتهم شويه شويه ابدا بهم، واللي شفتهم ما يقنعوا خليهم مع الاخر. يعني من الاخر اقسم بالله ما درت حاجه. هاي لك جدليه. شوش درنا؟ جدليه. موقف اول نقدوه، موقف ثاني نقدوه، وتركيب استقصاء. هاوليك موقف اول اهضر عليه بنسبه 70% مش تعرف. من بعد دير موقف ثاني اهضر عليه باختصار. من بعد الموقف الثاني نقدو. من بعد هذا الموقف الاول هضرت عليه غير 70%، مازال لك شويه. هذوك 30% ديرهم مع الاخر. اقسم الموقف الاول. الموقف الاول نقسمه شويه نبدا به وشويه نكمل به. موقف اول 70%، موقف ثاني ننقد الموقف الثاني، واش قعد لي الموقف الاول نخليه مع الاخر. هذه صعيبه؟ والله ما صعيبه. الان مباشره ننتقلوا للخاتمه اللي كيف من الاخر. الخاتمه نعطيكم استوس. انا راني ضد حفظ المقالات. شتو الخاتمه تاع الاستقصاء؟ احفظوها، تدوا 4 نقاط بسهوله. شوفوا معايا، الخاتمه تاع الاستقصاء هي الشيطه من الاخر. واش حب يقول؟ نبقاو غير نمدحوا فيها، ما يتبدلش كاع، قراف سهله. تقولي استاذه كيفاش؟ هو قال لك دافع عليها في الخاتمه. واش لازم دير؟ لازم تثبت لهم بلي الاطروحه اللي طاوها لنا صحيحه. ابقى تقصح لهم اطروحه تاعكم مليحه وصحيحه ونقدروا نخدموا بها، والحجج تاعها تقنع، والحجج تاعها قويه وما نقدروش نشكوا فيها. كيف نكتبوا؟ نبداوها هكذا. نستنتج في الاخير ومن خلال كل ما سبق ان الاطروحه القائله. دير 2 نقطات فوق بعضهم، ومن بعد اكتب الاطروحه سوا كيما طاها لك في الباك. كيما طاها لك عاود اكتبها. ويبدا التقساح، تبدا الشيطه. كيفاش؟ أطروحة صحيحة شكلا ومضمونا. أطروحة تاعكم صحيحة في الشكل، صحيحة في المضمون. أطروحة وقد تبين لنا مشروعية الدفاع، يعني نقدروا ندافعوا عليها، وذلك من خلال الحجج والبراهين تاعها. علاش؟ باسكو الحجج اللي اعتمدتوا عليها، الحجج التي اعتمد عليها انصارها، اذ كانت حججهم منطقيه، كانت حجج تاعكم مبنيه بناء قويا، كانت الحجج تاعكم تتماشى مع التفكير السليم، كانت لا يمكن الشك في سلامتها، لا يمكن الشك في صحتها، أدلتها مقبولة، أدلتها منطقية، أدلتها سليمة ويمكن العمل بها، لا يمكن أن نشك في صحتها، وجب الأخذ بها، لا يمكن تكذيبها. أستاذ حبسي هاني نمدح فيه، هذا ما كان. انتوما تبداو تشكروا حتى وين تحسوا بلي الاستاذ يقدر يمد لكم هذيك الربعه. يعني نستنتج في الاخر ومن خلال كل ما سبق ان الاطروحه القائله اطروحه صحيحه وسليمه، لانهم اعتمدوا على حجج منطقيه وقويه، اذ لا يمكن ان نشك في سلامتها، لا يمكن ان نكذبها، وجب العمل بها، حججها عقلانيه منطقيه، لا يمكن الشك. بقاو غير تشكروا، كي تشكروا مع التبرير. واش حب يقول مع التبرير؟ اختموها لي بكاش قول ولا حجه ولا مثال. قل لي وما يثبت ذلك، اعطيني كاش قول ولا حجه ولا مثال. استاذه منين نجيبو؟ كون ذكي. شتي تبدا تخدم المقاله تاعك تاع الاستقصاء، نقص كاش قول ولا كاش حجه ولا كاش مثال. بيان سور هذاك القول اللي تنقصو يكون يتماشى مع الاطروحه اللي قالك دافع عليها، وديروا مع الاخر. هذا فيما يخص طريقة الاستقصاء. لكن كملاحظة برك خفيفة، أنا عندي واحد العامين درت طريقة الاستقصاء في اليوتيوب وما رانيش حذفتها ومانيش حنحذفها.
لكن في الاستقصاء كاين زوج طرق. كاين هذه الطريقه اللي درتها لكم اليوم، وكاين الطريقه اللي راني دايرتها انا كذلك في اليوتيوب قبل عامين. استاذه كيفاش وشنوها صحيحه؟ في زوج صحاح. دوكا نتوما راني درت لكم الطريقه الاولى، وراني درت لكم هذه الطريقه اللي شفتوها تساعدكم وشفتوها ولمتكم، اخدموا بها. اذا ساعدتكم هذه اخدموا لي بهذه، اذا ساعدتكم الطريقه الاخرى اللي راني دايرتها في اليوتيوب اخدموا بها. لكن في اي استفسار واي حاجه حبيتوها تواصلوا معايا في الصفحه الشخصيه على الانستغرام، راح تخرج لكم هنايا من تحت. لكن ماذا بيا تعلقوا، ماذا بيا تفعلوا، ماذا بيا تبارطاجيو هذا الفيديو تاعي. علاش؟ باش توصل المعلومه لاكبر قدر ممكن من التلاميذ. ولكن بالدعم تاعكم يشجعني، كي تدعموني وديروا جام وتكومونتيو منا، ديروا في بالكم اللي راح نزيد نتحفز باش نزيد نمد لكم اكثر واكثر واكثر. شعارنا دائما مع الاستاذه ضيف نفهموا المقاله ما نحفظوهاش. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.